في الفيديو بتاع النهارده اقول لك اسهل طريقه تقدر ترجع بيها الصور والفيديوهات واي حاجه انت مسحتها من اللابتوب او البي سي بتاعك. الطريقه دي هتكون مجانيه لفتره محدوده من خلال البرنامج اللي انا سايب لك الرابط بتاعه تحت في الديسكربشن واول كومنت. خش حمل البرنامج ده دلوقتي حالا، حتى لو انت مش محتاجه دلوقتي فانا متاكد ان انت هتحتاجه قريب جدا. فخش حمل البرنامج ده من اللينك اللي موجود تحت الديسكربشن علشان تلحق ان هو مجاني لفتره محدوده، وكمان علشان تتابع الشرح معايا واحده واحده وما تتوهش مني. صراحه انا شايف مفيش تظبيط اكتر من كده، فزي ما انا مظبطك انت برضه لازم تظبطني وتنزل دلوقتي حالا تعمل سبسكرايب، روق عليا كده بلايك كومنت فولو على انستجرام، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن. خش كلمني هناك على طول، وعلى فكره انا برد على كل الناس. ويلا بينا نبدا على طول. اول ما بتضغط على اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن فبيوجهك على الويب سايت بتاع البرنامج، والموقع ده بقى بيشرح لك شويه من المميزات بتاعه البرنامج ده، زي ان هو بيقول لك ان انت بضغطه زرار واحده هتقدر ترجع كل الصور والفيديوهات او اي ملف انت حذفته من اللابتوب او البي سي بتاعك. تاني حاجه بيقولها لك ان انت بتقدر ترجع اكتر من 1000 فايل ممسوح من اللابتوب او البي سي بتاعك من خلال ضغطه زرار واحده. فبصراحه البرنامج ده بيكون جامد جدا جدا لاي حد ممكن يكون فرمد مثلا الجهاز بتاعه بالغلط او حاجه وعايز يرجع كل الفايلات اللي هو مسحها بالغلط. والبرنامج برده فيه ميزه اضافيه لسه ضايفينها حالا في البرنامج ده، وهي حته ان انت لو عندك فايل فيديو ممسوح او في فايل معين بايظ في الفايل بتاع الفيديو ده، البرنامج ده برده بيقدر يحل المشكله بتاعه الفايل ده وبيرجع لك الفيديو تقدر تستخدمه بقى في برامج المونتاج او اي حاجه تانية. ولما بتنزل بقى تحت شويه كده في الموقع هتلاقي ان هو بيقول لك فري داونلود او باي ناو، فانت بتقدر تنزل البرنامج ده مجاني. وعايز اقول لك ان هو بينزل معاك في اقل من 5 دقائق، لو انت النت بتاعك ضعيف جدا والنت ميت اصلا هينزل معاك في 10 دقائق، لان حجم البرنامج بيكون صغير جدا. لما تسكرول كده تحت شويه برده في الموقع بتاع البرنامج ده بيقول لك ان هو بيقدر يرجع كل الصور والفيديوهات المحذوفه تماما من الريسايكلينج بن، من الديسكتوب، من اي هارد درايف انت عندك على البي سي، من الاكسترنال ديفايسز، من حاجات كتيره جدا زي ما انت شايف كده قدامك. البرنامج ده بيقدر يرجع كل الفايلات المحذوفه من الكلام اللي ظاهر قدامك دلوقتي ده. وبيقول لك كمان ان البرنامج ده بيدعم اكتر من 2000 انترنال او اكسترنال ستورج بيقدر يرجع من خلالها الفايلات المحذوفه. ده غير كمان ان هو بيرجع لك اي صوره او فيديو في اقل من 5 دقائق بضغطه زرار واحده. فبصراحه البرنامج ده جامد قوي، ولو انت لسه ما اقتنعتش ان انت تحمله فخش حمله برده من اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن وكمان في اول كومنت علشان تلحق حته ان هو هيكون مجاني لفتره محدوده. ولو انت بقى قلقان على الداتا بتاعتك وان انت خايف ان البرنامج ده يسرقها او حاجه، فعايز اقول لك ان الموقع بتاع البرنامج هنا بيقول لك ان هو امن لدرجه 100%، وكل الريفيوز اللي اتعملت عن البرنامج ده بتقول ان هو فعلا برنامج دقيق جدا، كمان امن بنسبه 100% على الداتا بتاعتك. فما تقلقش اطلاقا من حته ان هو ممكن يسرق البيانات بتاعتك او كده. سيبك بقى من كل الكلام ده وتعالى بقى نتست البرنامج ده ونشوف هيرجع الصور والفيديوهات بتاعتنا ازاي. بكل بساطه اول ما بتفتح البرنامج بعد ما تحمله من اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن هتلاقي الواجهه بتاعت البرنامج سهله جدا. دلوقتي بيقول لك لازم تحدد المكان اللي ممسوح منه الصوره اللي انت عايز ترجعها. هنضغط بقى على الدرايف اللي هو دي، وبعدين هنلاقي ان البرنامج بيعمل ديب سكان. واول لما يعمل لك ديب سكان كده لو انت حافظ اسم الفايل بتاع الصوره او اسم الفايل بتاع الفيديو فبتقدر برضو عندك هنا كده خانه اسمها سيرش، تقدر تضغط عليها وتعمل سيرش على اسم الفايل علشان ترجعه بكل بساطه وسهوله وسرعه من غير بقى ما تضطر بقى ان انت تقعد تفتح كل الفايلات وترجع كل الصور والفيديوهات اللي انت مسحتها اصلا من على الدرايف ده. وكمان لو انت مثلا لقيت ان انت اول حاجه انت عايز ترجعها موجوده عندك في اول فايل فبتقدر برضو تعمل بوز كده او ستوب للديب سكان ده. يعني مثلا لو البرنامج عمل 5% ديب سكان بعدين لقيت الصوره او الفيديو اللي انت مسحتهم وعايز ترجعهم خلاص، فبتقدر تضغط على بوز او ستوب علشان تقدر بقى ترجع الصوره دي بكل بساطه من غير بقى ما البرنامج يقعد يعمل لك بقى سكان لحاجات تانية كتير انت مش عايزها. والبرنامج ده فيه ميزه قويه جدا ان انت بتقدر تشوف الصوره او الفيديو قبل ما ترجعهم من خلال البرنامج نفسه. لما تضغط على الصوره او الفيديو ده ضغطتين بالظبط هتلاقي ان انت تقدر تشوف الصوره او الفيديو قبل ما انت ترجعها علشان برضو ما تعملش حوارات كتير. ولو بصيت فوق على الشمال هتلاقي ان انت عندك مش بس الصور بس اللي انت بتقدر ترجعها، عندك الفيديوهات وعندك اوديو وعندك دوكيومنتس واركايف وعندك ايميل واذرز وحاجات تانية كتير فعلا بتقدر ترجعها من خلال البرنامج ده. عايز اقول لك ان في نسختين من البرنامج، نسخه مجانيه ونسخه مدفوعه. النسخه المجانيه بتتيح لك ان انت ترجع صور وفيديوهات لحد 200 ميجا، اما النسخه المدفوعه بقى فدي بيكون سعرها قليل جدا بالسعر اللي ظهر قدامك دلوقتي. بصراحه سعر قليل قوي على الحاجات اللي بيقدمها لك البرنامج ده، بانك تقدر ترجع كل الصور والفيديوهات او اي فايل انت حذفته بالغلط بضغطه زرار واحده. وكمان عايز اقول لك ان هو هيكون عدد بقى لا نهائي من الصور والفيديوهات، وحتى كمان الميجا بايتس ممكن ترجع فيديوهات وصور لحد 2 3 جيجا، وكل ده عايز افكرك ان هو بضغطه زرار واحده. فبصراحه مفيش تظبيط اكتر من كده. خش بقى حمل البرنامج ده من اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن وكمان في اول كومنت. بس كده يا جدعان كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس. سلام.